لماذا ارتدت الأميرة فوزية ملابس سوداء يوم زفاف ابنتها على الفنان يوسف شعبان؟ كشفت الإعلامية منى الشاذلي قصة العرافة التي أخبرت الملك فاروق الأول بأن يسمي ذريته بحرف الفاء حتى يمنحهم ذلك حسن الطالع ودوام الملك، موضحة أنه كان يصدق تلك العرافة ويثق بها. وأوضحت الشاذلي في برنامج معكم أن العرافة طلبت منه أيضا الابتعاد عن حرف الألف لأنه سيجلب لهم المآسي وزوال الملك، مضيفة: فعلا صدقها وسمى ولاده بحرف الفاء: فاروق والأميرات الخمسة، فوزية وفايزة وفوقية وفايقة وفتحية، لكن نبوءتها كانت خاطئة، فكلهم عاشوا حياة مليئة بالمآسي قبل وبعد زوال الملك. من جانبها أشارت الكاتبة إيمان الشرقاوي مؤلفة كتاب صاحبات السمو الملكي أنه لم يكن يتوقع أحد ما سينتهي إليه مصير الأميرات الخمس، موضحة أن الأميرة فوزية مثلا كانت أجمل أميرة في العالم وذات جمال لا يبارى على الإطلاق، وتتحدث نحو 7 لغات. وأضافت: ولي عهد إيران اللي هو محمد رضا بهلوي شاف صورة للأميرة فوزية وأعجب بها جدا، ووالده قال له نطلب إيدها عشان يعززوا مكانتهم في الشرق الأوسط، وهي كمان شافت صورته فقط، ولأن الحياة منغلقة جدا في القصر وافقت على الزيجة. يعني هما الاتنين ما كانوش شافوا بعض قبل الخطوبة، لكن كانت الزيجة دي غير مرحب بيها لأن ما كانش لسه حكم الشاه راسخ في إيران، وكان في فرق في قوة الملكية. وعن سبب ارتداء الأميرة فوزية ملابس سوداء في يوم زفاف ابنتها نادية إسماعيل شيرين للفنان يوسف شعبان، قالت الشرقاوي: الأميرة فوزية رفضت بشدة زواج ابنتها نادية من الفنان يوسف شعبان، كان الموضوع مرفوض تماما لأن بالنسبة لهم إحنا أسرة محمد علي مش بنتجوز من فنانين. وتابعت: الأميرة فوزية وزوجها آنذاك العقيد إسماعيل شيرين كان ضد الجوازة، خاصة إنه كان في فرق كبير في العمر بينهم، وكانت هتبقى هي الزيجة الثالثة ليوسف شعبان بينما الأولى لنادية، لكن حصلت الزيجة في النهاية. ولما الأميرة فوزية عرفت بزواج بنتها لبست أسود يوم الفرح واعتبرت إن بنتها ماتت، ومع ذلك الزيجة لم تستمر طويلا، سنة أو أقل ووقع الطلاق.